عزل وهبي بسبب سب الدين في بلد أمير المؤمنين، وهذه التفاصيل. تحت عنوان سب الدين في بلد أمير المؤمنين، كتب الدكتور محمد عوام: لم يكن يتصور أحد من المغاربة فضلا عن غيرهم أن يتجرأ وزير العدل المدعو وهبي أن يسب الدين في مجلس يمثل الشعب المغربي وعنه تصدر التشريعات وتناقش، غير أن الوزير لم يكن ما صدر عنه مجرد فلتة لسان أو زلة نسيان، فإنما سبق أن تجرأ على أحكام الله تعالى، فكان موقفه من الإرث سيئا، كما دعا إلى الزنا جهارا التي يسميها بوقاحته المعهودة العلاقات الرضائية وغيرها من التصرفات التي تنم على الطيش وخفة العقل. وأضاف عضو مركز المقاصد للدراسات والبحوثات في منشور له على حسابه في فيسبوك: وكثير من الناس يستغربون هذا التصرف الأرعن والسلوك الأخرق من وزير في بلد المسلم، ويحكمه حاكم مسلم يمثل أمير المؤمنين، وبه المجلس العلمي الأعلى فيه خيرة العلماء والفقهاء. فهل يقبل المغاربة كلهم أجمعون أن يسب دينهم في مجلس يمثلهم مردفا؟ هذا هو العجب العجاب الذي يحار فيه أولو الألباب. ثم استدرك الباحث المغربي قائلا: لكن عندي فقط التماس من أمير المؤمنين